السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة كانت أول مباراة في دوري المجموعات لحلم الثلاثية للنادي الأهلي، وطبعا حلم البطولة رقم 13. طبعا الماتش كان بين الأهلي واستاد أبيجان في استاد القاهرة. بصراحة المباراة فيها حاجات كتير ممكن نتكلم فيها. المباراة انتهت 4-2 للنادي الأهلي. هي المشكله في الاثنين بقى دول. اصلا انا مش عارف ازاي فرقه زي دي تقدر تجيب جولين في النادي الاهلي. ده بيدل، ان دل على شيء بيدل على ان الدفاع بتاع الاهلي مفتوح، الدفاع شكله مش كويس. وطبعا الجول الاول انا شايف ان يسال فيه محمد الشناوي، اللي انا مش فاهم. الكوره ماشي، الكوره كانت محطوطه في زاويه، وكوره كانت شبه مفاجاه. لكن انا عندي مشكله، هو ليه محمد الشناوي لما بيترمي ليه بيخاف يمد ايده؟ يعني هو عنده مشكله في ايده مثلا؟ يعني انا نفسي حد، حتى لو في حد قريب من محمد الشناوي، يساله السؤال ده. ليه يا كابتن كل ما نترمي على كوره، حتى في ضربات الجزاء بتاعته لاحظوا هتلاقوه بيترمي ويلم ايده؟ يعني انا مش عارف، هي انت خايف من الكوره؟ الكوره سخنه يعني. بصراحه مش فاهمه محمد الشناوي. فانا شايفه مسؤول عن الهدف الاولاني، ومش علشان مثلا هو مصاد، علشان هو حسيته قصر وهو بيترمي على الكوره، حسيته مقصر يعني اعمل اللي عليك وبعدين الباقي عند ربنا. يعني دخلت او ما دخلتش. لكن انا بقى بتكلم على المدافعين، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. يمكن علشان كانوا في اصابات وراجعين من اصابات، فيمكن لسه الانسجام ما رجعش زي ما كان. ياسر ابراهيم عنده المشكله دي دايما. ياسر ابراهيم لما بيكون في الملعب بيوصل للبيك بتاعه، يتصاب يطلع، يريح مثلا ماتش او اتنين لحد ما بيخف من الاصابه، يرجع تاني تحسه اول ماتش وتاني ماتش كده مثلا بعد الاصابه لا مهزوز، لا مش موجود، تايه في منطقه الجزاء او في المنطقه الدفاعيه يعني. لو هنتكلم بقى على خط النص، طبعا مروان عطيه حدث ولا حرج، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يعني يبعد عنه الشر ويكفيه شر الاصابات. بصراحه لعيب رائع، واللعيب اللي فعلا ممكن تلعب. يعني هو لو بيلعب ستة، فالاثنين اللي بيلعبوا 8 قدامه فبيكونوا مرتاحين جدا، وبيكونوا قادرين يهاجموا وهم مطمنين ان في ظهرهم راجل قادر يسد عنهم يعني. نيجي نتكلم بقى على التشكيله اللي عملها كولر في البدايه. يعني مش هتكلم بقى على التشكيل كله، انا هتكلم بس على انه قعد امام عاشور على الدكه، وانه لاعب قفشه. بصراحه حسيت فيها عدل جدا 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 من مارسيل كولر. شفنا اللقاءات الاخيره، بصراحه امام عاشور مش احسن حاجه، مش جايب فورمه يعني. وقفشه هايل هايل، قفشه بينزل لو 10 دقايق بينزل يغير لك مباراه. وعايز اقول ان يمكن بقى مكافاه للعدل ده، قفشه النهارده انا شايفه بصراحه يعني احد رجال المباراه. عمل كل حاجه في الكوره، الراجل صنع وهدف لا يعني بصراحه قفشه لعيب لمسته حلوه. قفشه لعيب تحب تتفرج عليه في الملعب. ف انا شايف انه بصراحه كان من العدل ان قفشه اللي يبتدي المباراه. امام عاشور يعرف ان مكانه مش محجوز، وان مكانه مش واخده ملك. لا عادي جدا، لو انت وحش ممكن تقعد ويلعب مكانك حد فايق عنك يعني. فانا شايف انه بصراحه لا، كان من العدل ان قفشه اللي يلعب. طاهر محمد طاهر وثباته على مستواه. بصراحه طاهر محمد طاهر آه، رائع. طاهر محمد طاهر مبدع شغال. يا جماعه طاهر محمد طاهر كمان يعني كان الاول جندي مجهول في النادي الاهلي، لكن لا هو دلوقتي بقى باين جدا، وبقيت تحب الكرة توصل له. كمان في لما الكرة بتبقى ضدنا او الكرة مش معانا مع الخصم، دفاعيا هو رائع رائع، ما بيبخلش باي مجهود على الفرقة. ناحية اليمين ما شاء الله عليه هايل، صنع. وان كان ناحيه الشمال فبرضه هو لعيب ورجله في الملعب ما شاء الله عليه، يعني ماسك فورمه كويسه جدا جدا. هو بصراحه بادئ السيزون كده من اول ماتش لجورماهيا. كان طاهر محمد طاهر مختلف، بان انه مختلف واداؤه مختلف. حتى لو كان نزل في ماتشين جورماهيا تقريبا، في الماتش الاولاني 10 دقايق، في الماتش الثاني تقريبا ربع ساعه وثلث ساعه، كان رائع وممتاز. كهربا بقى، انا عايز اقف شويه عند كهربا. كهربا النهارده جاب جولين، والجولين من باكورد، جولين حلوين قوي، بالذات التاني. يعني الجول الاولاني حسيت الكوره شويه قلشه، بس هي خدمته يعني او ساعدته.
لكن انا برضو مش قادر افهم كهربا، يعني مش قادر ادي قرار في كهربا، يعني مش عارف اقول هو كهربا حلو ولا وحش. يعني كهربا برضو بيضيع جوال. يا جماعه ده الجون فاضي، يعني يا جماعه الجول فاضي. يعني لو واحد انا اسف اعور يعني هيحطها جول، فتقول وحش، وبعدين تيجي تتفرج على الجول التاني بتاعه، لا ده جون عالمي. يعني ده جون مش سهل انه يجي. بصراحة ممتاز، واخد الخطوة ومستني الكورة وعينه على الكورة وعارف بيعمل ايه وبتاع، لا فعنده. انا حاسس ان مشكلة كهربا بدنية الى حد ما يعني. فاعتقد انه لو مسك فورمة بدنية هيفرق كتير جدا، وهتلاقيه رجله في الملعب اتقل من كده. ده بالنسبة لكهربا. تعالوا بقى نتكلم على حاجة تانية مهمة جدا، دي هخص بيها شوية اصحابي وحبايبي الجماهير النادي المنافس نادي الزمالك، اللي دايما طول الوقت عايشين في نظرية المؤامرة، اللي كل فيديو تقريبا بحكي عنها، نظرية المظلومية والمؤامرة والدنيا كلها جاية علينا وبتاع. النهاردة انتوا اتفرجتوا على الاهلي وعلى ماتش الاهلي، حد اخد باله بقى او ركز في ان الاهلي عمل مشكله علشان اتظلم تحكيميا؟ مع ان الاهلي النهارده اتظلم في 4 كور على الاقل اتحسبوا تسللات وهي انفرادات اجوال، واتحسبوا تسلل، هم ما فيهمش ولا واحده اوفسايد، ما فيهمش ولا واحده تسلل. ولاعيبه الاهلي عادي جدا بتسيب الكوره وترجع وتلعب وبتاع، ويلا هوب هنهاجم هوب نجيب جون مثلا يعني، اللي بعدها هوب تسلل. وايه بقى المشكله؟ في الحكمين اللاينزمان، الاثنين لاينزمان تقريبا حد ضحك عليهم وشربهم حشيش من المضروب اللي كله برشام بتاع مصر ده، لان الاثنين تقريبا هم نفس الاداء. الحكم الاولاني بتاع الشوط الاول حسب كورتين اوفسايد، والحكم الثاني حسب كورتين اوفسايد، والمشكله ان الكورتين مش، فهم الاثنين مصطلحين مع بعض يعني، ده مليون في المية. لكن لعيبه الاهلي هو ده اللي مهم بالنسبه لي، ما فيهمش لعيب وقف على ان الكوره مش تسلل، لا ما فيهمش لعيب عمل مشكله مع حكم. خلاص احنا عارفين ما فيش فار والموضوع منتهي وخلص، خلاص ولعبنا وكسبنا 4-2. مشكلتي بس زي ما قلت ان الدفاع عندنا فيه مشكله، دي فرقه ما تجيش استاد القاهره تدخل فيه جولين، دي فرقه اصلا تتمنى تهاجمك، المفروض تتمنى تهاجمك من نص ملعبك، المفروض ما تعديهوش، يعني ما تعديش نص ملعبهم في هجومهم عليك. لا انت اديتهم الجرأه النهارده بسبب الدفاع، اديتهم الجرأه وخليتهم ضغطوا عليك وخليتهم هاجموك وسجلوا هدفين، وكان ممكن يسجلوا تاني، لان احنا شفنا في اخر المباراه كده بداوا يضغطوا وبتاع. ففرقه زي دي لما تروح عندهم انت هناك، هم هيروحوا متجرئين عليك، لانهم عندهم خلفيه ان على ارضك سجلوا هدفين، فعلى ارضهم يكسبوك، فهتديهم الجرأه انهم يهاجموا. هو ده بس اللي كنت حابب اقوله، وقلت وفي الاخر حابب اقول مليون مبروك للنادي الاهلي. اول مباراه في دوري المجموعات بتبقى مهمه جدا، بتبقى الانطلاقه برضو مطلوبه جدا ومهمه. الاهلي بيها بيتصدر مجموعته، طبعا لسه بدري جدا، لسه فاضل 5 ماتشات، نشوف الدنيا هتوصل فيها لحد فين، ونتمنى ان شاء الله الاهلي يريح نفسه من بدري في دوري المجموعات، علشان خاطر نكون مرتاحين. مش لازم الضغط اللي بنتعرض له، اللي الحمد لله ما حصلناش من السنة اللي فاتت، لكن قبل كده احنا عارفين كويس قوي ايه اللي كان بيحصل. لكن الاهلي انا شايف انه بادئ بداية كويسة. حابب اقول مليون مبروك لكل الاهلاوية، للنادي الاهلي، الجهاز الفني، لمجلس الادارة للنادي الاهلي. وحابب اقول في اخر الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما ننساش اللايك والاشتراك. سلام عليكم.